بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أجمل المتابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده حلوة بتدوب في البق دوب، هتعجبكم جدا جدا. من الكيكات اللي انا بعشقها بصراحة. كيكة الحليب بالكراميل او كيكة التريليتشي، حاجة كده تحفة. مش هطول عليكم في المقدمة، ويلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. مبدئيا كده انا معايا 4 بيضات، ومع ال4 بيضات 4 باكيت فانيليا. تمام. هفضي البيض بتاعي في البولة، وهفضي عليهم ال4 باكيت فانيليا وعليهم رشة من الملح. هنبدأ ان احنا نضرب البيض بتاعنا كويس جدا. لازم الخطوة دي لازم مهمة جدا في نجاح الكيك بتاعنا. تمام. هنضرب البيض بتاعنا بمضرب البيض كويس جدا لحد ما نطلع المارينج بتاع البيض اللي هو القوام التقيل ده الحلو. هنشوف مع بعض دلوقتي. اذكروا الله وصلوا على الحبيب. طبعا انا كنت بضرب وبفصل طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى تقيل معايا ازاي. دلوقتي معايا كوبايه ميه بدرجه حراره المطبخ، ميه عاديه جدا. ومعايا كوبايه من السكر. بحطها وبرده برجع اضرب تاني. دلوقتي البوله اتملت معايا، فهضطر ان انا افضيها في بوله تانية. طبعا المارينج بيزيد معايا طول ما انا بضرب فيه، فبيزيد معايا. تمام. فانا دلوقتي فضيته في بوله اوسع، وهنزل بقى بكوبايتين من الدقيق. انا بنخلهم قدامكم اهو. طبعا انا كنت نخلهم قبل كده بس بنخلهم تاني قدامكم. كل ما تنخلي الدقيق كويس كل ما بيدخل الهوا كده في الكيك بيبقى حلو جدا كده. خلاص انا فضيت كوبايتين الدقيق. هفضي عليهم كمان كيس كيك شيف. كيس كيك شيف بمقدار معلقة كبيرة. تمام. ومن تحت لفوق كده، بنجيب من تحت لفوق كده علشان المارينج بتاعنا ما يهبطش مننا. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هنزل بيه بقى في صينيه مدهونه بنقطه زيت او سمنه، وعليه معانا حاطه ورقه من الزبده دهناها بيها، ودهنه بالدهنه زيت وحاطه ورقه زبده. تمام. ما عندكيش ورقه زبده ممكن تدهني تحطي الزيت او السمنه وتعفريها بالدقيق. دخلتها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. اخدت نص ساعة. تمام. دلوقتي انا معايا كوباية من الحليب، عليها 4 معالق من كريم الشانتيه. كريم شانتيه دوت من عند مستلزمات الحلواني. وعليهم معلقتين من السكر او 3 معالق سكر. تمام. يا معلقتين يا 3 على حسب الحلو بتاعك. احنا في مراحل كتير بنحط سكر دلوقتي، فايه عايزة تقللي الحلو قلليه براحتك. بصوا انا فضلت اضرب لحد ما طلع معايا القوام التقيل اللي انتوا شايفينه، القوام الجميل ده. دلوقتي الصينيه بتاعتي استوت في الفرن. انا اختبرتها بالخله طبعا، خله الشيش طاووق. الخله طلعت معايا نظيفه. قلبتها. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده. وشلت ورقه الزبده منها، وهخرمها من تحت برضو اهو علشان هنسقيها بالحليب. فلازم تعملي الخطوه دي. الخطوه دي مهمه جدا. الحليب بقى معايا كوبايتين من الحليب، عليهم معلقتين من السكر. كوبايتين حليب عليهم معلقتين من السكر. زي ما قلتلك انتي الحلو في ايدك انتي. تمام. هسقي الكيكه بتاعتي بقى كده بالحليب. يعني انتي عايزاها حلوه بتزودي في السكر، عايزاها بسله شويه او عدبه شويه بتقللي من السكر. عايزاها حلوه بتزودي في السكر. تمام. دلوقتي بقى احط بعد ما سقيتها بالحليب، شربت الحليب بتاعي كوبايتين، حطيت طبقه الكريم شانتيه بتاعتي.
بتغطي بطبقة الكريم شانتيه. تمام، بتحطي طبقة كويسة كده، وبعد كده بندخلها التلاجة. طبعا كل خطوة لازم تكون بردت معاكي تماما، يعني لازم الكيك تكون بردت. دلوقتي بقى هنعمل الكريم كراميل. دي كوباية من السكر، هرفعها على النار زي ما انتوا شايفين كده لحد ما ناخد اللون الحلو بتاع الكراميل. خلي بالك وانتي بتعملي الكراميل على النار عشان الكراميل ما يتلسعش منك، عشان لو اتلسع هيمرر. تمام، احنا عايزين اللون الجميل ده اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل بقى بمكعب صغير زبدة او معلقة من السمنة زي ما انتي حاب عندك، يعني مش هتقف يعني. تمام، وهنقلبها كويس جدا، وهننزل بقى بكوباية من المية بالراحة، واحدة واحدة كده عشان انتي ما تلسعيش من الكراميل. واحدة واحدة نزلي المية واحدة واحدة، هو بيبدأ يتماسك. يعني لو كوباية المية لما تكون سخنة يكون افضل. تمام، هي كوباية المية عندي كانت سخنة، بس برضو هو بيتماسك. دي معلقة من النشا على معلقتين من المية كده. تمام، ننزل بيهم على الكراميل بعد ما يفك. بعد ما يفك خالص الكراميل ويدوب هننزل بمعلقتين، مش هياخد غلوة اهو زي ما انتوا شايفين. واعطاني قوام التقيل ده، عايزة تخففيه قوام يبقى اخف من كده مفيش مشكلة. تمام، وهنزل على طبقة الكريمة. طبعا بعد ما حطيت الكريمة كانت في التلاجة، طلعتها دلوقتي عشان انزل بطبقة الكراميل. تمام، دلوقتي بقى انا كنت شايلة معلقة من الكريم شانتيه اللي انا حطيته علشان ازين بيها الكيك بتاعي. بتعملي كده خطوط، اي كيس عندك، ده كيس تفريز. تمام، خرمته وحطيت فيه حطيت فيه كريم شانتيه وخرمته، وبدأت ان انا اعمل خيوط زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تسيبيها بالشكل اللي هو المربعات ده، حلو قوي. ممكن تعمليها بالخله، انا بقى ما استكفتش بصراحه، رحت عاملاها بالخله كمان. يعني عملتها بالخله بتاعت الشيش طاووق، عملت بيها الشكل اللي هو التعاريج ديت، حلو قوي. قطعت بقى خرطه منها كده، بقت معايا بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لكم طعمها تحفه رهيبه، جربوها هتعجبكم جدا جدا. اتمنى لاول مره يشوفني يعمل سبسكرايب للقناه ويفعل زر الجرس، وما تنسونيش في اللايك. مع تحياتي شامة والي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.